السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سمية من قناة أكلة وفكرة مع سمية. شايفين الجمال ده؟ بريوش قمر 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 قمر، جميل جدا ونتيجته بجد هايلة. تعملي ضفيرة، تعمليه بشكل البريوش العادي، الشكل اللي تحبيه هقولهولك بكل تكة فيه. شايفين طاري ازاي؟ طري وهش وتحفة تحفة تحفة، بجد خطير. اعمليه وهتدعيلي، هتعتمدي الطريقة دي ما تغيريهاش خالص. شايفين طاري ازاي؟ بجد جميل يا جماعة. يلا بقى سمي الله وصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. اعملي لايك للفيديو، واللي اول مره يشوف قناتي ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس باللون الرمادي عشان يوصلك كل جديد وحصري من فيديوهاتي ان شاء الله. ويلا بينا نشوف الطريقه. بس اعملي لايك للفيديو وبعتيه لكل حبايبك واصحابك علشان يشوفوا طريقتنا الحلوه ويجربوها. ويا ريت تقولوا لي في التعليقات بتشوفوني من اي بلد. شايفين الجمال؟ بجد حلو جدا يا جماله كده بقى الصبح مع كوباية شاي. الله 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 الله، روعة 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 روعة. من جماله هتعمليه، كل ما هيخلص هيطلبوه منك وهتعمليه. بجد يا جماعة تحفة. يلا نشوف خطواتنا ايه. يلا بسم الله. اول حاجة هجيب بولة عندي كده وهنزل فيها بنص كوباية من الدقيق، عليها معلقتين سكر ومعلقة ونص من الخميرة، وهنزل عليهم بكوباية مية او نص كوباية مية دافية، وهربهم كويس جدا وهسيبهم على جنب يخمروا. دي الخميرة بتاعتي. ليه حطينا الدقيق؟ بيخليها هشة وبيخلي النتيجة روعة في الاخر. هجيب بقى العجان بتاعي وهنزل فيه بكوباية من السكر. ايوه كوباية من السكر الحبيبات، ما تستغربيش خالص. وادي كوباية حليب، وكمان هنحط نص كوباية من الحليب، ده كوباية ونص حليب دافي على كوباية سكر، وهنقلب كويس جدا. عايزين ندوب السكر معانا، سكر حبيبات عادي خالص. هتقلبي كويس لغاية ما السكر يدوب. وانت بتقلبي كده صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقولوا لي بقى فيديوهاتي بتعجبكم ولا لا. لازم تدوبي السكر كويس. بعد ما دوبنا السكر في الحليب الدافي، هنشوف بقى الاضافات اللي هنحطها. وركزي معايا جدا في الخطوات علشان هو ده اللي هيطلع معاكي بريوش ناجح جدا جدا جدا. واوعي تشتري تاني من الافران. بعد ما دوبنا السكر خالص وتأكدنا انه داب، هنجيب معانا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهنزل بيهم على خليط الحليب والسكر. كمان هحط بقى معلقة صغيرة من الفانيليا زي ما انتوا شايفين كده، وكمان معلقة كبيرة من الخل او معلقتين. هو الخل بيدي هشاشة حلوة جدا للعجين، بس ما تحطوهوش الا بعد ما تدوبي السكر والحليب علشان الحليب بيبقى دافي، ممكن تحطي الخل فالحليب يروب او يقطع. هقلب بقى كويس جدا. بعد كده هجيب باقي الاضافات، احط نص معلقة ملح وهقلب كويس. كل حاجة تضيفيها لازم تقلبي كويس جدا. بعد كده هضيف حاجة بقى حلوة قوي، معلقتين من الكريم شانتيه الخام. بجد هينقل الوصفة معاكي لمكان تاني خالص. وهقلبهم كويس جدا جدا مع السوائل. لو متوفر الكريم شانتيه تمام، مش متوفر خلاص، بس بجد بينقل الوصفة في حتة تانية خالص. بعد ما اقلب واتأكد انه داب كل حاجة مع بعضها، لازم تدوبي كل حاجة وتقلبي كويس. طول ما انت شغالة بقى كده سمي الله كده واذكري الله وصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد ما دوبت كل حاجة هروح على العجان بقى واركب الخطاف بتاع العجن بتاعي، وهجيب كيلو من الدقيق المنخول، هنزل بيه كله على السوايل بتاعتي. وطبعا على حسب الدقيق يا جماعة، ممكن نحتاج شوية دقيق واحنا بنعجن. انت شايفة العجينة بتاعتك، احنا عايزين عجينة هوريها لكم دلوقتي. فضيف اللي انت عايزاه. هحط بقى معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر، باكو بيكنج باودر، يعني ممكن تجيبي باكو بيكنج باودر وتفضيه.
هقلبه كده مع الدقيق، وهشغل بقى العجان بتاعي واعجنها لمدة حلوة كده بتاع 10 دقايق ولا حاجة. بشغل على حاجة هادية، سرعة هادية الأول علشان الدقيق ما يتنطورش مني، وبعد كده بشغل عادي. ادي العجينة بتاعتي بعد 10 دقايق. هجيب بقى الخميرة، كنت نسيت احطها مع الدقيق من البداية، فهحطها دلوقتي عادي خالص، مفيش اي مشكلة. شفت الخميرة خمرت وبقت جميلة جدا، كوباية الدقيق دي بتفرق. وهشغل اعجن اكمل ال10 دقايق بتوعي اهو. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ مش سايلة يا جماعة ولا حاجة اهي، زي ما انت شايفة مش بتلزق في الايدين اهي، تلزيقة كده خفيفة. هجيب بقى هعجن كمان شوية، وبعد كده هنشوف الإضافة اللي هنضيفها. معايا كوباية من الزبدة، 200 جرام من الزبدة اللينة اهي، يعني مش سايحة ولا حاجة، هي بدرجة حرارة المطبخ عادي خالص. وهنزلها كلها بقى، وهبدأ أعجن كويس جدا 10 دقايق كمان. شايفين العجينة مش بتلزق، طرية وبتمط ومش بتلزق، شايفين بتمط ازاي ومش بتلزق في ايدي، تلزيقة خفيفة خالص مش بتعلم في الايد. هي دي العجينة الناجحة. هجيب بولة بقى دهنها زيت، وهنزل العجينة وهبرش على وشها رشة زيت كده، وهغطيها واسيبها لغاية ما تخمر. شايفين العجينة بخمرها كده بقى. هقلبها على الكاونتر بتاعي اللي هشتغل عليه، وهقسمها عشان اعرف اشتغل براحتي. شايفين العجينة؟ عجينة بجد تحفة. هي دي العجينة اللي احنا عايزين. لقيتي نفسك محتاجة دقيق ضيفي دقيق، لقيتي نفسك محتاجة سوائل ضيفي سوائل. هي دي العجينة اللي احنا عايزينها. هاخد بقى قطعة كده وهفردها على الكاونتر بتاعي كده. هوريكي طريقتين او 3 من التشكيل، من طريقة التشكيل اهو. هفردها بقى بالنشابة بتاعتي كده لسمك مثلا نص سنتي او ازيد شوية اهو. وهجيب الزبدة، زبدة بدرجة حرارة المطبخ برضو، وهدهنها كده دهنة خفيفة خالص، ورشة من السكر عليها، رشة خفيفة خالص، ودهن زبدة خفيفة خالص. وهقطع بقى كده شرايح زي ما انت شايفة، الشرح واضح في الفيديو اهو. مطها كده واتنيها وابرمها، وانا ببرم بتتمط معايا كمان. وهبدأ الفها كده زي البريوش عادي خالص اهو، زي الكحكة كده اهي. وابدأ ارص في الصواني بتاعتي. هعمل كمان واحدة بالطريقة دي معاكم اهو. مطها، شفتي العجينة معاكي ملبن ملبن كده، اول ما بتمسكيها بتمط معاكي. وابرمها عكس بعض، ايدي بتلف عكس التانية اه زي ما انت شايفة كده. وابدأ الفها زي ما انت شايفة كده، تحفة تحفة. احط الحرف تحت البريوش علشان ما تفردش منك وتفتح في التخمير والسوا. يا رب تكون الطريقة واضحة اهي. شايفة مجرد ما بيجي تشيليها بتمط معاكي لوحدها، العجينة عاملة زي الملبن اهي. دي اول طريقة للتشكيل، طريقة سهلة جدا وجميلة جدا جدا جدا. هنجيب الصواني بتاعتي بقى، وهبدأ ارص فيها اللي انا خلصته، مدهونة دهنة زيت خفيفة. وهرص اهو، شايفين نتيجتها هايلة. تسيبي مسافات عشان هي بتخمر وبتزيد في الحجم. طريقة التشكيل العادية بقى التانية بتاعت البريوش اللي احنا كلنا متعودين عليها. هجيب بقى قطعة كده، اقطع قطع كده صغيرة اهو، وابدأ يعني افردها كده، ارولها كده زي البقسماط بس طويلة يعني اهي. طبعا العجينة حلوة فبتفرد معاكي بكل سهولة. وابدأ الفها حوالين بعضها زي الحلزوني كده، وتريحي علشان ما تبقاش عالية اهي. واحط الحرف تحتها. طريقة سهلة جدا جدا. الضفيرة بعمل 3 من الرولات دي، وابدأ احطهم في بعض واشبكهم من فوق، واضفر كده اكنك بتضفري شعر بنوتك بقى. جميلة جدا اهي. طريقة سهلة جدا 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 للضفيرة اهي. تقفليها كده كويس من الناحيتين اهي، وهتشيليها تحطيها في الصينية بتاعتك.
كده شكلت كل الكمية بتاعتي. هوريكم بقى هنعمل ايه. هضيف معايا هنا بيضاية عليها شوية حليب وفانيليا، وهدهن بقى الوش كده كله اهو. بعد ما خمرت طبعا بسيبها تخمر. وعندك بقى انصاف من الكريس كده بتدي شكل حلو جدا في النص، وعليها رشة بسيطة من السكر. ممكن تسيبيها سادة من غير كريز، وممكن تسيبيها سادة من غير سكر، زي ما تحبي اعملي. وهندخلها الفرن نسويها على درجة حرارة 200، ما بتاخدش وقت، هي 10 دقايق او ربع ساعة عشان ما تنشفش، وبتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد بجد النتيجة هتعجبك جدا. عفوا انا اسفة. النتيجة حلوة جدا، طرية وهشة، والطعم خطير، والريحة هتقلبلك البيت. كل يوم الصبح بقى مع كوباية الشاي، وهتدعي لاختك سمية. يلا بقى ما تنسيش اللايك والشير، واللي اول مرة يشوف قناتي نورتوني على راسي من فوق. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس باللون الرمادي علشان توصلك كل فيديوهاتي اللي بنزلها اول باول. ويلا بقى سموا الله كده، واتفرجوا كده، واحفظوا الفيديو عندكم بالمشاركة على صفحاتكم، علشان وقت ما تحتاجوه هتلاقوه. يلا بقى اسيبكم واروح اعمل كوباية الشاي في رعاية الله.